اصحابي، فيديو جديد في ليدي مرمر. النهارده معادنا مع فيديو جديد وهو عن حشوات مختلفه للقطايف اللي عملناها مع بعض، او بمعنى اصح القطايف اللي عملتها معاكم نانو. وبالمناسبه انا قريت لها كل الكومنتات الايجابيه جدا اللي انتوا كتبتوها لها وكل الدعوات الحلوه. بقول لكم شكرا من كل قلبي يا احلى متابعين، شكرا جدا على كلامكم الحلو، وهي كمان بتقول لكم ميرسي. احنا عملنا القطايف دي مع بعض وفي فيديو منفصل يعني. اللي ما شافش الفيديو ده هحط لكم لينك الفيديو تحت في صندوق الوصف، تقدروا تشوفوا الطريقه سهله جدا جدا وبيدينا نفس النتيجه اللي بنجيبها من بره من عند الكنافيني. عملناها باحجام مختلفه، يعني مثلا ممكن تعمليها عصافيري كده وممكن تعمليها بحجم كبير، يعني زي ما تحبي. بصي شكلها زي اللي بنجيبها من بره بالظبط. عايزه اقول بس ملحوظه صغيره، ان القطايف ما تنفعش تبات في التلاجة، لان لو بيتت في التلاجة مش هتقفل، لما نيجي نقفلها ونحشيها ونقفلها مش هتقفل. ينفع نحشيها ونقفلها ونبيتها في التلاجة، ده كده اوكي، وتتحمر بعد كده مفيش مشكله، لكن بالشكل ده ما ينفعش تبيت في التلاجة، حتى لو ملفوفه او في الفريزر ما ينفعش باي شكل من الاشكال. انا النهارده هعمل اكتر من حشوه، حشوات حادق وحشوات حلو. خليكم تابعوا معايا نشوف حشوات يعني واحده ورا التانيه. اول حشوه معايا من الحشوات الحادق انا بعملها باللحمه العصاج، بقى طعمها حلو قوي. عايزه اقول لكم سهله جدا. بقفل نصها كده وبعدين بحشيها وبكمل القفل بتاعها. ما نكترش قوي علشان بس ما تفتح. شايفين بتقفل ازاي بمنتهى السهوله؟ شايفين حلوه قوي قوي. بحشي يعني الطريقه دي على فكره انا بعملها طبعا طول السنه، يعني مش بعمل القطايف في رمضان بس، بستخدمها كمان كانها سندوتشات مثلا او بديل للسندوتشات في المدرسه. بنحشيها زي ما هوريكم كده بحشوات مختلفه. دي كانت اول حشوه معانا وهي حشوه العصاج لحمه مفرومه. خلصت الكميه اللي باللحمه المفرومه. هعمل كمان حشوه تاني حادق وهي البسطرمه مع الجبنه الرومي، مقطعاها كده. طبعا البسطرمه انا اصلا بشتريها مخليه، مش عارفه اسم البسطرمه في باقي الدول العربيه اسمه ايه، ودي جبنه رومي اعتقد معروفه، يعني مقطعاها قطع كده مع البسطرمه. عايزه اقول لكم ان كمان اوقات بعملها بالجبنه الفيتا اللي هي بتبقى معلبه دي كده، مش هكتر لان البسطرمه والجبنه الرومي الاتنين حادق عشان بس ما يبقوش ايه كتير، وكمان الجبنه هتسيح وهي بتتقلي. عايزه اقول لكم اوقات بعملها بالجبنه الفيتا، بهرسها كده بالشوكه وبحط معاها نعناع ناشف او طري، لو موجود طبعا طازه يبقى حلو قوي، لو مش موجود يبقى نعناع ناشف. اوقات بحط معاها بقدونس برضو تبقى حشوتها حلوه قوي. عايزه اقول لكم بتعمل جو حلو قوي للولاد طول السنه. عايزه اقول لكم اوقات كتيره يعني مع بدل سندوتشات المدرسه بياخدوها بدل الملل والزهق. يعني ممكن الجبن دي تتحط في ساندوتش يعني ما يعجبهمش، لكن لما تتحط في شكل قطايف يعني بيحسوا بالتغيير. يعني هكمل كميه الحادق عشان نشوف الحشوات الحلو اللي معايا. عملت الكميه الحادق بتاعتي كلها واتفضل عندي جزء كده. ده هعمله حلو النهارده، هعمل حلو بطريقه مختلفه، خليكم معايا. الكميه بقى اللي هعملها حلو، بصوا هعملها ازاي. هعملها كده شبه القرطاس، مش هقفلها كلها. يعني هعمل ايه، ثانيه اظبط الكاميرا كده. شايفين بيتقفل معايا بمنتهى السهوله ازاي، زيها زي الجاهزه اللي بنجيبها من بره. يمكن دي كمان مضمونه ومكوناتك نضيفه انت عاملاها بايدك اهو. هعمل كل الكميه كده وهروح اقليها على النار، واكون مجهزه القطر بتاعي او الشربات او الشربات، انا اسكندرانيه بقول عليه شربات، ف هكون مجهزاه علشان مجرد ما يخرج من القلي هحطه فيها على طول. يلا بينا نكمل. انا خلاص قليت اهو الحادق بتاعي اللي محشي باللحمه المفرومه والبسطرمه والجبنه الرومي، وكمان عملت الحلو انا في مرحله ما وريتها لكمش، معلش اتقطعت من الفيديو، وهي مرحله الحشو. انا زي ما قلت لكم قفلتها قدامكم كده شبه القرطاس، وقليتها ونزلتها في الشربات بتاعها تمام. وطلع بعد ما بردت خالص بدات احشيها. كنت عامله كاستر
ودي شوكولاته مبشوره، شايفين شكلها بتبقى شكلها شيك جدا جدا اهي. حشيتها كاستر من الناحيه المفتوحه وغطستها كده في الشوكولاته الخام. انا كنت بشرب شوكولاته خام مبشوره، بيبقى شكلها حلو قوي في العزومات، بتتقدم شكلها شيك جدا، وكمان حلو مختلف، قطايف مختلفه. ينفع كمان الحلو بتاع القطايف، بس الطريقه دي احنا مش بنفضلها قوي، اللي هي الطريقه التقليديه جدا، بتبقى مقفوله كده شبه الهلال كده، بس بتبقى محشيه مكسرات، جوز الهند وزبيب واي نوع من انواع المكسرات وسكر وسوداني وحاجات كده. بس يعني احنا مش مفضله عندنا قوي، مش بنحبها قوي، فبخترع كده في الحشوات المختلفه للقطايف الحلو. ممكن كمان بدل الكاستر لو في ناس ما بتحبهوش ممكن تبقى نوتيلا، ممكن تكون مهلبيه، في افكار كتيره ينفع يتعمل بيها وتتحشي بيها القطايف الحلو. ممكن بدل الشوكولاته المبشوره دي يتحط كريز، يتحط فروته مسكره، ممكن كمان يتحط جوز الهند او فرماسيلا، وبتحبوا الحاجات دي يعني. القطايف وتشكيلها يعني عجينه لينه جدا، سهل انها تتحشي بحشوات مختلفه كتير. في ملحوظه اخيره كنت عايزه اقولها لكم، دي افضل المقادير، دي افضل مقادير انا جربتها للقطايف. كنت بجرب قبل كده مقادير بالدقيق السيمولينا بس كانت بتشرب زيت جدا، لكن المقادير دي هي افضل مقادير انا جربتها. جربوا طريقتي، وكل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. هستناكم في فيديو جديد، باي باي.